اهلا بيكم حبايبي. في فيديو النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعاير الدقيق بطريقه صحيحه، وكمان هنقول على المعيار المظبوط لكوبايه الدقيق، وهنقول كمان على الاخطاء اللي ممكن نقع فيها واحنا بنعاير الدقيق، واللي يطلع معانا معيار مش مظبوط لكوبايه الدقيق وبيخلي ده بيخلي الوصفه معانا تبوظ لا قدر الله. خلينا الاول متفقين ان احنا هنعاير بالكوبايات المعياريه، والكوبايات المعياريه في منها كذا مقاس، في منها 240 مللي وفي منها 250 مللي، ودول الاشهر عندنا هنا في مصر. لكن في كمان مقاس 200 مللي بس انا مش هتكلم عنه. هتكلم النهارده في الفيديو على الكوبايه المعياريه ال 240 مللي، وهقول كمان في الفيديو واحنا ماشيين الكوبايه ال 250 مللي معيارها المظبوط من الدقيق هيبقى كام. اول حاجه هنحط الكوبايه بتاعتنا على الميزان وهنصفر الميزان. هعاير معاكم الدقيق دلوقتي بطريقتين، وهنشوف ازاي الطريقتين بيطلعوا معانا قراءتين مختلفتين للميزان، بالرغم من ان هي الكوبايه ومليانه على اخرها ونفس نوع الدقيق. اول طريقه انا هصب الدقيق من الكيس على الكوبايه على طول، هملى الكوبايه على اخرها وهساوي حرف الكوبايه بالسكينه. بساوي دلوقتي سطح الدقيق بالسكينه، حسيت انها محتاجه شويه كمان فهحط شويه كمان علشان الكوبايه تتملي معايا للاخر بنفس الطريقه، وهساوي سطح الكوبايه بالسكينه وهشيل الزيادات من الدقيق. يعني احنا لما بنعاير الدقيق بنعاير كوبايه الدقيق ما بتبقاش بشكل هرمي، لازم تبقى ممسوحه. هاخد الزيادة كده وهشوف القراءة على الميزان هتبقى كام. الكوباية زي ما انتم شايفينها كده مليانة على اخرها، مفيش فيها اي حتة فاضية، والقراءة على الميزان 105 جرام. دلوقتي هنعاير الدقيق بطريقة تانية وهنشوف القراءة ازاي هتختلف على الميزان، والكوباية مليانة زي ما حضراتكم شايفين اهو. الطريقة التانية وهي ان انا باخد بالكوباية مباشرة من البولة اللي انا بحتفظ بالدقيق بتاعي فيها. بسوي طبعا السطح بالسكينة عشان زي ما قلنا لازم الكوباية تبقى ممسوحة، ما تبقاش بشكل هرمي. هنا انا حسيت الكوباية محتاجة شوية فهحط عليها شوية كده بالمعلقة، وما بهزش الكوباية خالص ولا بكبس الدقيق. يا جماعة غلط جدا ان احنا نكبس الدقيق بتاعنا او نهز الدقيق في الكوباية، هيديني قراءة غلط جدا. هاخد الكوباية بتاعتي وهي مليانة برضو على اخرها وهحطها على الميزان، لقيت القراءة حوالي 120 جرام. شفنا ازاي ان نفس طريقة نفس الكوباية ونفس نوع الدقيق والقراءتين على الميزان مختلفتين. طب ايه اصح طريقة او انهي الصح؟ الصح طبعا هي الطريقة التانية. دايما لما نعاير الدقيق ناخد كده من البولة اللي فيها الدقيق بالكوباية، وما نهزش الكوباية خالص ولا نضغط الدقيق، ونسوي السطح بالسكينة زي ما شفتم معايا. وهو دي القراءة الصحيحة 120 مللي. الكوباية 240 مللي بتديني وزن 120 جرام، والكوباية 250 مللي بالمناسبة بتديني 125 جرام. يعني كيلو الدقيق بالكوباية 240 مللي يعمل حوالي 8 كوبايات وتلت، وكيلو الدقيق بالكوباية 250 مللي بيعمل حوالي 8 كوبايات بالظبط. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومه. لو الفيديو بتاعي يعني عجبكم واضاف لكم معلومه جديده، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد قريب، وباي باي.